عنوان الفيديو هيوضح لك انا هتكلم عن ايه النهارده، وهو ان انت لو عايز تبقى غني فالفيديو ده هيكون فيه شويه معلومات. يمكن مش المعلومات اللي هتجيب لك فلوس، ولكن المعلومات اللي اكيد هتهديك شويه او هتديك نوع من انواع الطريق الصحيح على الاقل تبدا منين. مبدئيا كده عشان برضو لو انت مش عايز تكمل الفيديو النهائي، انا هتكلم على ان السوشيال ميديا والانترنت بيسوقوا لك فكره ان انت عشان تنجح لازم تعمل حاجات معينه، والحاجات دي من وجهة نظري ومن تجربتي، ومن الحمد لله حاجات كتير عملتها نجحت وحاجات كتير عملتها فشلت. الحاجات اللي الانترنت بيحاول يسوقها لك او يبيعها لك على اساس ان هي باكج للنجاح او للغنى او للفلوس، فهي حاجات انا شايفها فاشلة جدا وغلط تماما، وملهاش اي علاقة باي حاجة انت هتوصل لها او لو عايز تنجح المفروض تعملها. يعني ايه؟ يعني مثلا كتير جدا، والموضوع ده حتى بقى انتشر في المحتوى العربي، ان هو مش عارف لازم تصحى 5 الصبح تاخد اللي هي الكولد بلانش، ولا اللي هي انك تنزل في الميه الساقعه متلجه اللي هي في البانيو الغريب اللي بيشتروه دوت و... ولازم تروح الجيم الساعة 5:30 الفجر، ولازم مش عارف تحط فيتامينات ايه، ولازم تاخد معرفش بروتين عامل ازاي، وتبدأ الشغل مش عارف تاخد ميتنج الساعة 7:15 الصبح على سقف عربيتك وانت واقف في الجراج بتشرب قهوة ستاربكس. والسوشيال ميديا بتسوق لك طريقة معينة للغنى، او الناس اللي هي بتقول انها معاها فلوس. انا مش بقول ان هم مش معاهم، اكيد فيهم ناس كتير معاهم فلوس، وفي ناس كتير قوي بتحاول تعمل حاجة هنتكلم عنها كمان شوية اسمها fake it till you make it، ودي هتكلم عنها بالتفصيل اكتر لان دي مهمة جدا. والحاجة دي يا صديقي انا بقيت حاسس ان انا بتكلم شبه اسمه ايه المذيع ده، عمرو اديب وهو قاعد في الساحل الشمالي. عشان لابس نظارة، عشان حسيت ان الموضوع هيليق على الفلوس، لان بشوف الناس الاغنياء بتتكلم عن الفلوس هي لابسه نظاره. بهزر، انا عندي عيني وارمه وارمه من تحت شويه، فما حبيتكوش تشوف المنظر. لكن الموضوع ملوش علاقه خالص بموضوع الفيديو اللي بعد كده، عشان انا هصور تاني دلوقتي القناه التانيه، فهتكلم برضو انا لابس نظاره، فعادي يعني ما تاخدوش الموضوع على صدركم. آه، فالسوشيال ميديا بتسوق لك طريقه معينه ان انت تبقى غني، وان انت تبقى راكب عربيات بورش 911، وان انت تبقى صاحبتك او خلينا نقول مراتك عشان احنا بنعمل محتوى الاسلامي، مراتك لابسه لبس معين وجسمها جسم معين وبتاكل هي كمان اكل معين وبتعمل براندز، ولازم هي كمان تبقى انفلونسر وتبدا تتكلم عن محتوى وتصور عيالكم وتنزلوا حياتكم على السوشيال ميديا، عشان تبقى هي دي النجاح او الفلوس من وجهة نظر الانفلونسرز بتاعت الفلوس او الانفلونسر بتاعت الغنى. انا مش بكلمك كده يجي واحد يقول لي عمر وانت عملت ايه ولا انت غني ولا، الحمد لله انا مش، يعني الحمد لله الواحد مش عايز اقول انا الحمد لله، ولكن انا مش طلعت فشخ عليك ولا اقول لك انا عملت ولا ما عملتش. عايز صدقني صدقني، مش عايز صدقني ما صدقنيش، عايز تسمع الكلام ده اسمع، مش عايز تسمع في الفيديو خش على اللي بعده، وانت مش خسران اي حاجه. ده محتوى مجاني تماما بالنسبه لك، فحياتي مش هتتغير لو انت كملت الفيديو النهايه او العكس، عادي، وكذلك حياتك يعني، فصباح الفل. يعني مش عايزين تاخد الموضوع ايه نو هارد فيلينج يا جماعه، الدنيا حلوه يعني. اللي انا عايز اقوله او اللي انا هقوله ان الفلوس والنجاح وان انت تشتغل في حاجه ملهاش اي علاقه خالص ب 99% من المحتوى اللي بيتكلم عن الحاجات دي على السوشيال ميديا. يعني انا قعدت فتره اتابع الناس دي، لاني بحاول ان انا احاوط نفسي على الاقل وداني بناس معاهم فلوس وناس بتتكلم، احس انا كمان، عشان انا بحاول اوصل لكده وبحاول اشتغل وبسعى في 100 حاجه، 99% منها مش حاجات موجودة على الإنترنت ولا حاجات أنا بوثقها، لأنها حاجات شخصية أنا بعملها لوحدي، ما بحبش أعمل كده يعني، ولكن بحوط نفسي بالناس دي. فدخلت المجالات دي فترات كبيرة وسمعت معظم الناس وتابعت، وفي ناس حتى بقى بتتكلم بالمحتوى ده العربي، واكتشفت إن إيه يا جماعة اللي بتقولوه ده؟ إيه ده؟ يعني إيه أنا؟ يعني إيه أنا؟ يعني كان واحد عامل فيديو بيقول لك إزاي نعمل مليون دولار، فقلت أسمع إزاي نعمل مليون دولار، فقال لك أنت هتفتح شات جي بي تي. يعني ايه افتح شات جي بي تي؟ فقلت افتح شات جي بي تي شوف هيقول لي ايه، واسال شات جي بي تي. والله يا جماعه اقسم بالله زي ما بقول لك كده بالظبط، واسال شات جي بي تي، انا يا شات جي بي تي اديني افكار منتجات اللي هي الديجيتال برودكتس او منتجات رقميه. اوكي، اديني منتجات رقميه، افكار إيه، وقول لي مثلا اديني مثلا 10 افكار منتجات رقميه. المنتجات الرقميه دي انت اعملها كتب بي دي اف، اوكي،
كتب PDF مثلا، انت بتتكلم مثلا عن البيزنس، او اعمل مثلا حاجه عن الكريبتو، حاجه عن التسويق، حاجه عن اي حاجه انت عايزها، وابدا اتكلم وحط المحتوى ده في PDF. طبعا PDF ده انت مش هتكتب حاجه، ده شات جي بي تي بيعمله لك. اوكي، يعني انت شات جي بي تي بيعمل لك كل حاجه، فانت مش هتعمل اي حاجه خالص. انت شات جي بي تي هيديك المحتوى في النهايه PDF ده. انت هتاخد PDF ده وهتبدا تعمل اكونتات على الانستجرام والتيك توك. اقسم بالله هو اللي بيقول كده، انا مش بتكلم، يعني هو اللي هيقول لك كده. وابدا اعمل محتوى، واعمل فيديوهات تيك توك وفيديوهات انستجرام، ونزل المحتوى دوت على التيك توك وعلى الانستجرام، واعمل محتوى بالاي اي، يعني حتى هو مش هيصوره، يعني حتى هو مش هيتعب في التصوير. وبدأ بقى يحسب كده، يقول لك انت لو بعت المنتج بتاعك ب $49، في 100 شخص اشترى منك في اليوم، معاك $4900، وبقيت ما اعرفش بعت كام، فانت في خلال مش عارف حاجه و90 يوم، ولا مش عارف 90 يوم، بقى معاك مثلا مثلا مش عارف 15000. وبدأ تلاقي نفسك انت بقى قاعد تتفرج والناس عماله في الكومنتس. وانا اقسم لك بعزة جلالة الله، من كل 1000 شخص هيجربوا الموضوع ده، ال1000 هيفشلوا. ليه؟ لان طب ممكن نقعد نتكلم ساعة في ان ليه ناس بتشتري. انت نفسك لو انا جيت قلت لك دلوقتي يا محمد او يا احمد او يا فلانة او يا فلان ايا كان، لو لقيت المنتج ده قدامك انت هتشتريه؟ غالبا لا. لان اولا انت الشخص اللي بيبيعه انت مش عارفه، حد بيعمل محتوى بالذكاء الاصطناعي، فانت مش عبيط عن الذكاء الاصطناعي، انت عارف ان المحتوى ده معمول بالاي اي، فانت مش هتشتري. فبالتالي مش هتحط بيانات الفيزا بتاعتك في حاجه ب $49، والحاجه دي بتوعدك ان انت هتعمل فلوس، فانت مستحيل. فاكتشفت، او مش اكتشفت طبعا، ده المفروض احنا كلنا عارفينه، ان الشخص اللي بيتكلم ده في نهاية الفيديو بيقول لو انت عايز تعرف بقى ازاي بالتفصيل، انا سايب لك PDF بتاعي تحت مش PDF، يعني سايب لك خطوات بالتفصيل تعملها، والحاجة دي انت هتوصلك للفلوس دي. فقلت اسمع الكلام، يلا بينا. دخلت لقيته بيقول لي عايز ايميلك واسمك عشان نبعت لك الحاجة على الايميل. قلت له امين، خد يا عم، انا عندي ايميلات فيك او ايميلات مش شخصية يعني، وخد اسم فيك كمان، مفيش مشكلة، وبعت لي على الايميل. فتحت الايميل، بعت لي الحاجة على الايميل، يشكر الراجل، لحد دلوقتي هو صادق 100%، ما اخطاش، انا بس بحاول امشي وراه يعني. فعلا بعت لي الصفحة اللي هي اللي اسمها اللاندنج بيج. دخلت على اللاندنج بيج، لقيت تفاصيل وفيديو احترافي وشغل نظيف، والراجل اللي هو كنت بتفرج عليه ده هو اللي بيتكلم في الفيديو، كله مية مية. انزل تحت عشان اخد بقى الحاجة اللي هو عايز يبيعها، ما انا عايز بقى افتح اشوف المعلومات. الاقي الحاجة ب $49. يعني الاقي نفسي هدفع $49 اللي هو كان بيقولها في الفيديو عشان يديني المعلومة اللي هتوصلني اني انا اعمل فلوس. فاهم الفكرة؟ يعني انا عشان اعمل فلوس على كلامه طبعا، طبعا انا يا جماعة بحكي حاجة انا عملتها 100 مره، وانت ممكن تكون شفت الشخص ده 100 مره، او اشخاص زيه كتير قوي اللي هم بيسموهم الجوروز. والجوروز دول بالمناسبه مش ناس بقى بالهبل، دلوقتي في ناس بتتكلم عربي جوروز وبتاع، وانا بالمناسبه مش ضد فكره ان انت، عشان برضو هيجي حد يقول لي ما انت عندك، انا عندي كورسات وببيع حاجات فيها PDF، ايوه، ولكن انا بعملها، انا ببيع حاجه انا عندي خبره فيها، بقالي سنين بعملها، وعملتها كتير، وعملتها قدام الناس، وبقالي سنين بساعد ناس فيها. فلما انا اجي ابيع لك خبرتي، او مثلا حاجة أنا عندي معلومة فيها، من المنطقي إنك تصدقني، لأن أنا عملتها فأنت كمان عايز تعملها. فأنا لو قلت لك مثلا الحاجة دي تمنها $15 وهتعملها 1 2 3 4، اتفضل عادي، لأنها تحول الموضوع إلى خدمة. أنت عارف الشخص ده عمر فودة، عارف إنه يعني أنا مثلا عندي بزنس استشارات، بعمل استشارات مدفوعة للناس اللي عايزة تسافر، لأن أنا راجل بسافر بقالي سنين طويلة، ساعدت يعني مش عايز أقول مئات الآلاف عشان مبقاش ببالغ، ولكن ساعدت آلاف الناس إنها تسافر، وآلاف الناس إنها تحصل على التأشيرات. وعندكم اليوتيوب، وعندكم الفيسبوك، وعندكم الانستجرام، وخش اسألوا وتابعوا وشوف. فأنا بعمل استشارة مدفوعة عشان أنت لما تعمل مكالمة معايا نص ساعة أو ساعة، أنا هساعدك تعمل 1 2 3، وهتبقى الطريق واضح بالنسبة لك، فأنت هتاخد الخطوات بناء على تعليماتي أو المعلومات اللي أنا أقولها لك. فأنا بعت لك حاجة هي بالفعل فادتك. أو مثلا أنا عملت مثلا PDF، PDF ده بيقول لك إزاي هتحصل على التأشيرة الفلانية ب$5. طب هل أنت المعلومات اللي أنا ببيعها لك دي، هل دي معلومات مش هتلاقيها في أي حتة؟ لا، هتلاقيها في كل حتة.
ولكن مستحيل تلاقيها بنفس الترتيب، لان دايما المعلومات المجانيه بتبقى غير مرتبه. دي اي حاجه في الحياه، معلومه مجانيه فهي غير مرتبه، لان انت مش هتاخد معلومه من حته وتروح تطبق، انت لازم تلم 100 معلومه. فلما بتبقى الحاجه مدفوعه بتبقى ال 100 معلومه بنفس الفلو او بنفس التدفق اللي انت محتاجه، فانت بتدفع مقابل الترتيب او مقابل التنظيم في انها توفر وقتك، مش في ان المعلومه مش موجوده في مكان تاني. حتى انا مثلا، يعني انا مثلا كنت ببيع كورس الشنجن وكورس بتاع السفر للامارات، كنت ببيعه على يوديمي. ما اعرفش حتى هحط اللينكات في القناه دي ولا لا، ولكن انا بديك مثال. فالمعلومات نفسها معلومات انا عارفها وانا عملتها، فالمعلومات دي انا عملتها، فبالتالي انت لما تشوفني خلاص، انت شفتني مره واثنين وثلاثه وفيديو و20 و50 فيديو، فخلاص في ثقه، او في على الاقل شخص انت عارف ان الشخص ده لما يبيع لك حاجه هو طالع بنفسه او هو بيتكلم. فهنيجي للنقطه دي كمان شويه، بس مش عايز اطلعكم من الموضوع اللي كنت بتكلم فيه، لان هنا احنا القناه مش مترتبه قوي، او يعني موضوع دردشه عامه يعني. فاكتشفت ان الشخص دوت مش ما عملش اللي هو بيقوله، لا، هو عايز يبيع اللي هو كان بيقوله في فيديو كمعلومة مدفوعة. طبعا هو ما قالش كل المعلومات بشكل دقيق، لأن هو طبعا الفيديو مثلا 10 دقايق ربع ساعة، فهو مش هيقدر يقول لك كل حاجة بالتفصيل، فهو بايع الكورس ب $49 ده عشان يقول لك حاجة بالتفصيل. ولكن الفكرة عامة هي إيه؟ إن أنت هتعمل محتوى معمول بالذكاء الاصطناعي، هتبيع منتج معمول بالذكاء الاصطناعي غالبا أنت ما عندكش أي خبرة فيه، هتعمل محتوى تبيعه ب $49 لناس ممكن تخش تكتب على ChatGPT وتطلع نفس المعلومات. يبقى أنت كده مش بتبيع، أنت كده بتنصب على الناس، لأن أنت بالفعل بتبيع حاجة ما عملتهاش. يعني تخيل أنت كده، أنا باكلمك على حاجة أنا ما عملتهاش. يعني أنا دلوقتي باقول لك مثلًا سافر وأنا عمري ما سافرت، أو مثلًا مثلًا استثمر في البيتكوين وأنا عمري ما استثمرت في البيتكوين. يعني أنا مثلًا اتكلمت قبل كده عن البيتكوين، لأن أنا مستثمر في البيتكوين بقى لي سنين. لمّا تسمع كلمة مستثمر تقول يا عمر ممكن يكون معاه ملايين في البيتكوين، لأ خالص، يعني إن شاء الله أوصل لملايين في البيتكوين، بس مش معايا ملايين في البيتكوين، ولكن الحمد لله عندي خبرة 4، 5 سنين أقدر إن أنا أدّي لحد نصايح في البيتكوين. عندي حاجات عمليه وتجارب اقدر اقول لك حاجات توفر عليك فلوس وممكن تكسبك فلوس. هل انا بوعدك انها تكسب فلوس؟ لا طبعا، لان انا نفسي ما اقدرش اوعد نفسي. يعني انا نفسي لما باجي استثمر في حاجه مثلا وليكن البيتكوين او السولانا او الاثيريوم او اي حاجه في العملات الرقميه، انا نفسي عندي فلوس فيها، ولكن لو قلت لك استثمر فيها هقول لك استثمر على مسؤوليتك الشخصيه، لاني انا حاطط فلوسي فيها، ولكن انا بستثمر وعارف انها ريسك، ممكن اخسر كل حاجه. الحياه كلها الحياه كده. اللي باحاول اقوله لك ايه، ان تحول الناس اللي بتتكلم عن الغنى والفلوس عن السوشيال ميديا، ان طبعا مش كلهم ولكن معظمهم، ان معظم الناس اللي بتتكلم دي ناس غالبا بتبيع لك الوهم، او غالبا بتبيع لك حاجه، منتج رقمي هم بيبيعوه تحت فيديوهاتهم. المنتج ده هو دخلهم الاساسي، ولكن الناس فعلا من الناس دي فعليا ما عملتش الفلوس دي، او ما بتعملش الفلوس دي، او ما عندهاش ما يثبت انها عملت الفلوس دي، او عارف انت اللي هو زي ما قلت لك من شويه فيك ات تيل يو ميك ات. يعني ايه فيك ات تيل يو ميك ات؟ يعني هتلاقي ناس كتير قوي من الناس بالذات الاجانب، وحتى بقى في عرب كده، يروح مثلا دبي او يروح مثلا مكان في اوروبا معين ويتصور في فنادق غاليه ويحاول يجيب ساعات غاليه، وممكن يكون في ناس اصلا واخده قروض. بالمناسبه انا كنت شايف فيديو قبل كده على واحد امريكي كان عامل زي متتبع شخص، المهم يعني وصل في الاخر ان هو الراجل ده كان واخد مش عارف قرض $150,000 من بنك في امريكا، واشترى معرفش عربيه عامله ازاي ودفع ايه، وكان بيروح فنادق عامله ازاي، عشان يوري للناس ان هو غني من الحاجه اللي هو بيبيعها دي، عشان يقدر يبيعها ككورس كمنتجات رقميه وهكذا. وبالفعل الراجل ده عمل ملايين. ولكن هو بدأ ازاي؟ هو ما عملش الحاجات دي خالص، هو بس وراك ان هو غني، وراك ان هو قاعد في مكان نظيف، وطبعا مش مره، وسفرات غاليه، وطيارات خاصه، وتأجير، وبنات حلوه، واجسام موديلز، وساعات غاليه، وعربيات فشيخه، وتصوير بالليل سينماتيك، وتصوير بالنهار افلامي. تحول الوضع ان انت عينيك اشترت. ولكن الموضوع ده من كتر ما هو اتكرر، خلاص الناس ما بقتش عبيطه، وده اللي خلاني اعمل فيديو. المشكله في ايه؟ ان انت مثلا دلوقتي كشاب نفسك تنجح في الحياه، ونفسك يبقى معاك فلوس، نفسك يبقى معاك عربيه، نفسك يبقى وانا هنا مش بتكلم بالمناسبه ان انت يبقى معاك عربيه يعني لامبورجيني، لا خالص، لان ممكن يكون ده مش هدفك في الحياه، وده طبيعي ان ما يكونش هدفك في الحياه. ولكن انت كبني ادم نفسك يكون معاك عربيه مثلا حلوه، عربيه عاديه، مرسيدس عاديه او تويوتا عاديه، المهم عربيه، يكون عندك شقه وعندك بيت، قادر تسافر، عندك شويه حريه حركه. لما تبدا بقى تدور، لان طبيعي ان انت لما عايز تعمل اي حاجه في الحياه دلوقتي بتخش تكتب على جوجل، تخش تكتب على اليوتيوب، تخش تكتب على الانستجرام، فبيطلع لك
معظم المحتوى اللي انت هتشوفه غالبا هتكون ناس بتتكلم يا اما كلام عام يا اما حاجات هم ما عملوهاش، ولكن انت المنتج بالنسبه لهم، انت هم عايزين يبيعوا لك حاجه. فانا جاي اقول لك ان الملخص ان انت لو عايز تبقى غني او عايز تحاول تبقى غني او عايز تبدا تشتغل، ما تحاولش تتابع الناس اللي موجوده على السوشيال ميديا او تمشي ورا خطواتهم على الاقل بشكل اعمى. يعني حاول تتتبع انت ماشي ورا مين، تشوف الكلام منطقي ولا لا، هل تشوف ان الناس دي عملت فلوس اصلا ولا لا، هل مثلا الشخص اللي بيتكلم ده هل مثلا هو بيتكلم عن حاجه معينه هل هو عمل فلوس منها، طيب هل هو كلام منطقي، طيب عادي ان الشخص يكون بيبيع منتج، ما هي ده بيزنس، ما هو انا بيع لك منتج او ابيع لك كورس، كل ده طبيعي، ما هو ما فيش حاجه فيه حرام او غلط، عادي. ولكن لما انا اجي ابيع لك حاجه انا عملتها فانت هتستفيد وتعملها انت كمان، غير لما انا اجي ابيع لك حاجه انا عمري ما عملتها، وحاجه موجوده في الهواء في اعماق المحيط كده ملهاش اي وجود خالص، وهبيعها لك على اعتبار ان انت باشا ربنا معاك، انا عايز منك ال 30 40 دولار اللي هتدفعهم لي وشكرا انت المحتوى بتاعي. وده غلط، مش ده اللي المفروض يحصل، يعني مش ده اللي المفروض يكون، مش ده اللي المفروض انت تتابعه، بالذات ان انت هتحبط ليه. يعني انا مثلا الفيديو اللي انا شفته كنت بالك عليه في الاول دوت، انا مثلا لو واحد ما عنديش اي خبره في البيزنس او ما عنديش اي حاجه خالص وعمري ما اشتغلت ودايما من يوم ما وعيت على وش الدنيا انا موظف وما عنديش اي خلفيه عن اي حاجه خالص ليها علاقه بالبيزنس او الشغل على الانترنت، انا ممكن اعتبر ان الشخص ده وحش واروح ادفع له 49 دولار وابدا اعمل اللي هو بيقوله بالظبط، هفشل بنسبه 99%، فهيجي لي احباط وهفتكر ان هو احسن مني وهفتكر ان هو اذكى مني وهفتكر ان هو شاطر عني وهفتكر الناس اللي عماله تكتب له شكرا واحنا عملنا كذا منك ان الناس دي اصلا مش مدفوع لها فلوس عشان تخش تقول كده. وده بالمناسبه حاجه انت مش واخد بالك منها، ان الناس دي مافيا، يعني بيروحوا يشتروا كومنتس ويروحوا يشتروا ريفيوز بيروحوا يشتروا حاجات عشان الناس تكتب في حقهم كلام ان ده حصل فعلا، وان انا بسبب الكورس بتاعه كسبت 10000 دولار في اول شهر. كل ده نصب يا صديقي، يا عم بلاش اقول كله، 99% نصب. يعني انا مره واحد مصري ركز في اللي انا هقوله بعت لي على كورس الشنجن بتاعي، فبعت لي على يوديمي لما انا كنت ساعتها عامل كورس على يوديمي قبل ما اخده على الموقع بتاعي بغض النظر، فقال لي انا اقدر اجيب لك ريفيوز صالحه او ريفيوز حقيقيه من ناس عرب، وهعمل لك 100 ريفيو مقابل ان انت هتديني كوبون خصم بس 100% عشان الشخص يخش يفتح الكورس ويقوم رايح كاتب ريفيو على يوديمي عشان يوديمي يسمح له يكتب ريفيو يعني. فطبعا قلت اسمع منه، فقال لي ال 100 ريفيو هيبقى 100 بشكل انت هتقول لي انت عايز تكتب ايه، وانا هخش اكتبهم من اكونتات مختلفه واسماء مختلفه واكونتات بروفايل مختلفه. انت متخيل يعني في ناس هتعمل اكونتات على يوديمي او فيك، طبعا فيك يعني، ولكن هيبقى ناس شكلها حقيقي واسماء حقيقيه، وناس هتخش تعلي لي الكورس ويدوني 5 نجوم ويكتبوا حاجات حتى لو ملاحظات ايجابيه. قلت له المقابل، قال لي 5000 جنيه كده، قال لي التنفيذ في خلال مش عارف اسبوع ولا مش عارف فتره من ساعتها مش فاكر بس فتره قليله يعني، هتديني نص الفلوس في الاول ونص الفلوس بعد ما الريفيوز كلها تنزل، وقال لي الريفيوز انت اللي هتكتبها، يعني انا مش هكتب حاجه من عندي عشان انت لا، قال لي انت خش اكتب الريفيوز اللي انت عايزها والحاجات المنطقيه وخلي حاجات فيها نقد ونقد بناء عشان الناس تصدق، واديها لي انا هنزل الريفيوز دي من 100 اكونت مختلف. قلت له على يودمي، قال لي على يودمي، قلت له يا ابن الصايعه، طبعا مش محتاج اقول لك ان انت دلوقتي لو دخلت على، طبعا انا ما عملتش كده لانه حرام، ده كده انت بتغش، لان انا مش عايز حد يشتري الكورس بتاعي ويروح يدي عليا، عادي انا عندي ريفيوز ناس كاتبه ان الكورس وحش او ان هو ما فادهمش، عادي، ما انا كده كده اصلا بعمل محتوى مجاني ويستفيد يا باشا وربنا معاك وخلاص، هنعمل ايه طيب، ما انا انت مش هتعرف تبسط الناس كلها في النهايه. فاكتشفت بعد كده لو انت دخلت مثلا موقع زي فايفر اللي هو خمسات والحاجات دي، هتلاقي ناس بتعرض عليك انها تعمل ريفيوز بمقابل، تديله الاكونت برودكت يخش يكتب لك على تراست بايلوت على جوجل ريفيوز على الكلام ده كله، ويخش يعمل ريفيوز ومراجعات وتقييمات ويقول لك انت زي الفل وبتاع. نفس كده فكره الفود بلوجر ان انت تدفع له فلوس في المطعم بتاعك فيقول ان انت البرجر بتاعك صوصي موت ومفيش افشخ منه على الكوكب، وهو عادي البرجر بتاعه ماكدونالدز افشخ منه اصلا 1000 مره وبربع الثمن عادي. اللي انا بحاول اقوله لك ايه، مش كل حاجه تشوفها ليها علاقه بالفلوس على الانترنت تصدقها، لان دي هتبقى اسوأ بدايه انت ممكن تعملها. ملخص الموضوع عشان انا مش عايز اطول الفيديو قوي برضو لان ما اعرفش اصلا الفيديو هيعجب الناس ولا لا، لان انا عامل القناه دي زي ما قلت دردشه بحته، انا بفتح الكاميرا وبتكلم في اي حاجه انا بفهم فيها وعايزها وعايز اقول رايي فيها وبقولها، فيعني عاجبك المحتوى على راسي، مش عاجبك على راسي برضه يعني انت حبيبي يعني. ف فاول اسوء حاجه ممكن تعملها لو فكرت تبدا بزنس او تشتغل او تحاول توصل انك تبقى معاك دخل قوي وتبقى غني يعني، لان الغنى طبعا درجات، هو ان انت تسمع للناس دي. البيزنس والشغل والفلوس هي الطريقه الكلاسيكيه اللي احنا عارفينها
بس مع التطور الطبيعي بتاعها ماشي تبيع حاجة اونلاين، عندك خبرة فيها، عندك معرفش ايه، تحاول تعمل حاجة اسمها authority او تعمل حاجة اسمها trustworthy، او ان هي ان انت عندك موثوقية وعندك عشان تبقى انت حتى ليك وجود على السوشيال ميديا وتقدر تبيع الحاجة دي، حاجة انت عملتها وبتعملها وعندك خبرة فيها، فالناس هتصدقك، الناس هتصدقك من غير حاجة، بس انت محتاج تثبت ان انت عندك خبرة فيها، بس تتكلم السنين كفاية انها تثبت. طبعا انت بقى عايز اللي هو ايه، جيت ريتش كويك سكيم، اللي هي نظام بقى اللي هو يبقى مثلا، يعني شفت مرة واحدة بتقول لو انت عايز تشتري عربيه، ان انا حلم حياتي ان انا اشتري عربيه بورشه 911، ده يعني دي العربيه اللي انا بحلم بيها، اشترى ان شاء الله هشتريها قريب. فطلع فيديو قدامي بيقول يا جماعه لو انت عايز تشتري بورشه 911 في خلال 30 يوم، اسمع الفيديو ده، فيديو ريل، ركز، فيديو ريل يعني مثلا مدته دقيقه، دقيقه ونص، دقيقتين، ريل على انستجرام. فانا قلت ركز، الفيديو ده والله طلع قدامي من 3 4 ايام، ده المضحك يعني. فتشتري عربيه، وبعدين المشكله ان هي مش قايله بس بورشه 911، لا دي دي قايله بورشه 911 تيربو اس. طبعا لو انت فاهم في العربيات فانت عارف يعني ايه تيربو اس. عربيه ثمنها جديده 270 الف يورو، يعني ثروه. فقلت اوكي. قالت انت هتخش على موقع زي بوكينج او هتخش على موقع زي اير بي ام بي. قلت لها سهله، عندي الاثنين. وهتروح تعمل على الفلتر الشقق الايجار او الفيلا الايجار، وتشوف اغلى الفيلا للايجار في اليوم، او يعني اللي هي اللكجري الفخمه يعني. قلت حلو. وقالت لك هتخش على الموقع ده، كانت حاطه لينك موقع او قايلت عليه يعني، وهتاخد الصور اللي منزلها بوكينج او اير بي ام بي للعقار ده اللي هو الفخم ده، وهتحط الصور. والموقع ده لما تحط له الصور هيديها لك اكنها فيديو 3 دي كده وانت ماشي، بدل ما تقعد تقلب في الصوره، لا هو الفيديو اكن الصور بتتحرك وانت بتتفرج على البيت. يعني من الاخر بدل ما تصور صوره الصاله والحمام، لا الفيديو هيجيب لك اكن الصاله رايحه على الحمام. يعني فيديو شكله حلو طبعا. وقالت لك هتروح تتواصل مع صاحب العقار اللي هو منزله، وتعرض عليه الفيديو دوت ب 1000 دولار. قلت لها اما فكره بنت 60 كلب بصحيح، ده غبيه جدا. فطبعا انا قلت اشوف الكومنتات، يعني قلت اشوف الكومنتات لان دي اكيد. وطبعا هي قايله ايه، ركز معايا ركز معايا، قالت لو انت عايز ده اكتب معرفش في الكومنت ايه عشان ابعت لك لينك الفيديو. وطبعا بقى ايه، قصه بقى وهتبيع لك كورس وبتاع. وانا بالمناسبه مش ضد انك تبيع يا باشا، بيع، بيع. لكن هل انت جبتي البورشه 911 توربو اس من الموضوع ده فطلعتي تقولي، يعني انا هديك مثال مثلا، انا الحمد لله وصلت للبيتكوين او الاستثمار في البيتكوين، ارباح في البول ران الاخير، مبلغ الحمد لله كويس، كان مرضي بالنسبه لي. مش هقول ارقام لان انا ما بحبش اتكلم عن حاجات شخصيه، ولكن يعني هديك مثال يعني. فانا اصلا لو انت رجعت على قناتي القديمه هتلاقيني كنت بتكلم على البيتكوين من سنين، تقريبا من 3 سنين او حاجه، او من سنتين وشويه، وكنت قايل على موضوع البول ران وان انا هبيع الاسعار، وكنت بتكلم بالارقام. والحمد لله ربنا كرمني وكان في توفيق ان انا وصلت للارقام دي وبعت الحمد لله. فانا اتجربت وكسبت الفلوس من الحاجه دي. فانا دلوقتي ممكن اقول لك اعمل لك كورس ب 19 دولار، ما هو البيتكوين، كيف تستثمر في البيتكوين، تفاصيل، واقول لك بقى الحاجات اللي هي الريفيرال بتاعتي، واقول لك يا باشا الكورس ده ب 29 دولار او ب 19 او ب 59. انت مستحيل تيجي تقول لي انت نصاب لان انا اصلا كسبت فلوس منه. ومع ذلك برضه لو مش عايز تصدق ما تصدقش. يعني لو انت شفت حد بيبيع حاجه هو فعلا عملها وانت مش عايز تصدقه ما تصدقش. انا ساعات مثلا بشوف شخص هو انا عارفه مثلا، او حتى جوجل معروف ان هو مثلا كذا كذا، والشخص ده بيعمل كذا وما شاء الله يبين عليه انه غني يعني. جوجل اللي بيقول، مش بس الشخص يعني، مش مجرد كلام، لا دي حاجه واقعيه. ومع ذلك مثلا يعرض حاجه بقى افكر اللي هو يا عم غالي جدا او انا مش مقتنع بيها عادي. هل ده معناه ان هو نصاب؟ لا انا مش مقتنع بقى، دي قصه تانية. ما هو انت مش كل شخص هيجي يشتري الخدمه بتاعتك او المنتج بتاعك، ده ضد المنطق. ف فالمهم دخلت على الكومنتات بتاعت البنت دي، لان هي بتتكلم بثقه وعامله ضوافرها زرقاء. انا بحب قوي البنات اللي عامله ضوافرها زرقاء، لان بحس ان هم يعني سهلوا عليك فكره ان هم يعني بغض النظر. فدخلت على الكومنتات فلقيت واحد كاتب كومنت، والكومنت ده بيقول، طبعا انا كنت عارف اللي هيحصل وانت عملت كده، لان انت لو عملت كده بتخش في حاجه اسمها سبام مسجز على الموقع والاكونت بتاعك بيتقفل. يعني انت عشان تتواصل مع الناس، لان هو ايه مثلا، انت الفكره بتاعتها ان انت تشوف العقارات الغاليه وتروح تتواصل معاهم وتبيع لهم الفيديو دوت ب 1000 دولار. قالت لك لو العقار قر شويه ممكن تبيعه ب 500 ب 400. والفيديو ده المشكله ان هو الفيديو ده بيكلفك انك تعمله 30 ثانيه، يا عم دقيقه، يا عم اقول لك حاجه ساعه. فانت هتعمل شغل ساعه تبيعه ب 1000 دولار. يا جماعه 1000 دولار مبلغ كبير في اي مكان في ساعه. مفيش مكان في العالم بيديك 1000 دولار في الساعه. في سويسرا ما بيحصلش، في النرويج ما بيحصلش، في اي حته في اوروبا هنا ما فيش الكلام ده. 1000 دولار ده مرتب ناس في الشهر. البلد اللي انا عايش فيها دي مرتب متوسط مرتبات فيها 700 يورو.
يعني حوالي 800 دولار، 800 وشويه يا عم، قول 1000 يعني. انا بحاول اقول لك ان 1000 دولار في ساعه شغل صعبه. فهي طبعا بتقول ان انت لو بعت ده، ركز، بتقول ان انت لو بعت ده 5 في اليوم، يعني 5000 دولار في اليوم، يعني انت لو انت يعني انت كده في الشهر عملت 150 الف دولار. يعني تروح تشتري بورشه 911 تربو اس مستعمله عادي، او تجيب واحده كاريرا مثلا اس جديده. طبعا ده مستحيل. ده هي بتبيع لك جيت ريتش كويك سكيم، يعني ده نصب، نصب باين. هي طبعا هي في النهايه بتبيع لك المنتج ده عشان انت تروح تعمل، هو هري طبعا. وطبعا الناس كاتبه في الكومنتات انا الاكونت بتاعي اتقفل، الاكونت بتاعي اتعمل سبام، اتعمل لي بلوك من المنصه. لان انت عندك اكونت على اير بي ام بي او بوكينج دوت كوم، فلما تدخل وتقعد تبعت رسائل كتير لاماكن مختلفه لناس مختلفه، الناس دي كلها عندها حاجات تتبع وحاجات سبام ديتكشن وبتاع، فهم عارفين كده ان انت بتبعت رسائل ليه، فيقفلوا لك الاكونت. فانت بقى تقعد تعمل اكونت تاني عشان تبعت. وبعدين هي مين الاهبل اللي هيدفع لك 1000 دولار عشان انت تديله فيديو لل... لل... للعقار بتاعه؟ هي الناس بتريل. وبعدين 1000 دولار يا عم، 500 دولار مبلغ كبير جدا. الناس مش معنى ان شخص معاه فلوس يبقى هو اهبل هيديك 500 دولار من غير حاجه. الناس دي بتقدر الفلوس. انت لو مقدم خدمه وقيمه وفعلا خد اللي انت عايزه. لكن انا عامل فيديو في 10 دقايق هبيعه ب 1000 دولار، ولا وانت بتصدق؟ ده مش منطق. اللي انا بحاول اقوله لك وبحاول الخص لك الفيديو عشان برضه ما اطولش عليك، ان انت ممكن تبقى غني. طبعا دي حاجه يعني ممكنه جدا، ولكن صعبه، صعبه وشغل ومحاوله وفشل كتير وبتاع. وانا طبعا ان شاء الله في القناه هنا، بما ان انا بتكلم على حاجات متنوعه وحاجات انا مريت بيها، فانا هتكلم ان شاء الله الفيديو الجاي عن حاجات انا خسرت فيها مثلا 15000 دولار، وعملت بيزنس سريع كلفني 150000 جنيه في كام شهر، خسرتهم كلهم. هعمل الفيديو ده قريب باذن الله. ولو انتوا حابين، عندكم افكار حابين اتكلم عنها هتكلم. ولكن اللي انا عايز اقوله لك ان انت عشان تبقى غني ممكن، ولكن مش بالسهوله اللي بيعرضها لك السوشيال ميديا. ولا بقول ان كل الناس نصابين، اكيد لا، ولكن الناس اللي بتبين لك ان الثراء السريع ده كله نصب. مفيش ثراء سريع، مفيش غنى سريع، ولا حتى دخل قوي سريع. يعني حتى ان انت توصل ل1000 دولار في الشهر، ده مش هيبقى سريع برضه، لانه هيتطلب منك مهاره ان انت تتقنها وتقدمها لفتره معينه من الزمن عشان توصل ل1000 دولار. في استثناءات، ولكن صعب التحدي فيها وصعب المنافسه عليها. فبرضه انا مش بحبطك، ولكن ده الواقع. عمرك ما هتبقى غني في 3 شهور، مستحيل. الا بقى اذا مثلا لقيت شنطه مثلا فيها مليون يورو مركونه جنب محطه القطر في محطه مصر، وده مستحيل. يعني ما هو برضه خلينا نكون منطقيين. فواحده تيجي تقول لك اشتري عربيه ثمنها ربع مليون يورو في شهر، مستعبطيني ولا ايه؟ الفيديو طبعا وقفني لانه استفزني. يعني هي وقفتني من الاستفزاز، مش من ان انا عندي فضول. لان العربيه دي حلم بالنسبه لي. وانا بقالي سنين بشتغل وبحاول وباجي وفشل كميه فشل مش طبيعي عشان اجيب العربيه، وفي الاخر الموضوع راسي على اودي مثلا. يعني الحمد لله طبعا، بس اوكي يعني. مش هنقول حاجه، الحمد لله. فاللي انا بحاول اقوله لك ايه، مفيش غنى سريع، مفيش محاولة للغنى سريعة. الموضوع صعب ومحتاج منك شغل وتعب وإرهاق سنين، وممكن ما توصلوش بعد سنين وياخد سنين أكتر. المهم إن هو في النهاية كلمة السر هي السعي والمحاولة، وإن أنت تحاول توفر وقتك ومجهودك في الحاجات اللي هي جيت ريتش كويك سكيم، اللي هي النصب للثراء السريع. بس يا جماعة، ده كان الفيديو. أشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم.